احمد الفيشاوي من ابناء الفنانين القليلين جدا اللي تحس ان هو مش داخل واسطه، هو ده فعلا مكانه اللي يستحق، ومن ابناء الممثلين القليلين اللي موهبتهم تفوقت على موهبه اهاليهم. ولولا الازمات الكتير والحاجات اللي هو مر بيها من ساعه ما بدا لحد دلوقتي، اعتقد كان يستحق ان هو يكون اهم حد واهم نجم في جيله. احنا النهارده مش هنتكلم عن الازمات، دي اتكلمنا عنها في حلقه امبارح، ولكن النهارده هنتكلم عن اهم اعمال احمد الفيشاوي. دخل التمثيل من وهو طفل صغير عنده 9 سنين، كان بيشارك مع ابوه فاروق الفيشاوي في فيلم اسمه المرشد. الكلام ده كان سنة 1989. كانوا بيعملوا فيلم اسمه المرشد، كان عندي ابن في الفيلم، هم رشحوه وانا استغربت لهم يعني ليه؟ قالوا لا احنا شايفين فيه ان هو ممكن يعمل الدور وببراعه. في اواخر التسعينات شارك في فيلم البطل قدام احمد زكي، كان دور صغير. مع بداية الألفينات بدأ أحمد الفيشاوي يتقدم على إنه وجه جديد، وشارك ساعتها في مسلسلين مهمين جدا، مسلسل حديث الصباح والمساء وكان عامل دور كويس جدا، ومسلسل اسمه وجه القمر ده كان بطولة فاتن حمامة، وده ساعتها كان حدث وبرضه كان واخد مساحة دور كويسة وتمثيله كان كويس. بعدها على طول يبتدي يخش في البطولات الجماعيه. في السينما شارك في فيلم اسمه شباب على الهوا. اسال الناس ليه الشباب الصغيرين دول بيتجوزوا ناس اكبر منهم. الفيلم ده انا بحبه بشكل شخصي لان هو قريب من فكرتنا احنا شخصيا. قرروا يعملوا قناه تلفزيون وما يطلعوش بوشوشهم، يطلعوا بماسكات. واشتغل برضه في مسلسل سيت كوم اسمه شباب اونلاين، هو وامير كرارة كان ليه نسبه من الشعبيه. انا ازاي تعرف من دماغي ان في نحس في الشركه؟ اشترك بعدها في مسلسل العمه نور، ده كان بطوله نبيل عبيد، وهو كان عامل بصراحه دور مميز جدا. يمكن المسلسل ده مش بيتعاد كتير، بس دوره كان طالع في دور حد مجنون ولاسع حاجه كده رامز جلال في نفسه، وكان عامل الدور حلو جدا. بعدها على طول يعمل دور عكسه تمام، مسلسل عفاريت السيالة، حد من منطقة شعبية وأتقن الدور جدا جدا. طلعت انمي ما بتطقش العياط وانت عارفه ده كويس. أهم وأنجح عمل في تاريخ أحمد الفيشاوي وتحديدا في السينما هو فيلم الحاسة 7. دودة كلنا تقريبا عارفين افيهات منه او ميمز بتطلع منه، معرفش كلكم عارفين ولا لا ان الفيلم ده كان اخراج احمد مكي، رغم يعني ان القصه كانت متاخده من حاجه اجنبيه، لكن هو كان عامل قفشات كرييتيف جدا بالنسبه للوقت ده. بيفكر بالصيني. الفترة دي بقى كانت أنجح فترة في حياة أحمد الفيشاوي، لأنه عمل أنجح سيت كوم في تاريخه وفي تاريخ السيت كوم في مصر، تامر وشوقية. غالي انا اخوكي تامر، غالي ردي عليا يا حبيبتي. وعشان أكون حقاني، هو تامر وشوقية وراجل وست ستات دول يعتبروا أكتر 2 سيت كوم نجحوا. قدم بعدها فيلم اسمه 45 يوم، يمكن الفيلم ده ما حققش نجاح كبير، وعموما أحمد الفيشاوي أفلامه نادرا لما بتعمل إيرادات كتير. هو كان تمثيله حلو جدا، إن كمان قصة الفيلم ده كانت حلوة، جريمة باباه ومامته توفوا، قال في الأول إن هو نتخلص عليهم عشان نكتشف في الاخر مفاجأة هو مداريها حفاظا على باباه ومامته. انا مش مصدقك، خد ابوه. من الادوار الحلوة جدا رغم انها ما كانتش بطولة، انه طلع ضيف شرف في فيلم ورقة شفرة. صاحبتها اسبوع وجوزها اتحلق له تماما. الحلو هنا انه كان دمه خفيف جدا، وان ساعتها كان الثلاثي هشام ماجد وشيكو واحمد فهمي كانوا لسه بيبداوا، واحمد الفيشاوي كان يعتبر نجم وقبل انه يطلع معاهم. اشترك برضه في فيلم زي النهارده هو واسر ياسين وبسمة، بطولة مشتركة، والفيلم ده برضه للاسف مش من الافلام اللي بتتعاد كتير، لكنه فيلم حلو جدا وقصته حلوه جدا. هي بتدور حوالين بسمه، في شخصين اسر ياسين واحمد الفيشاوي، وفي واحد توفى وواحد تاني، فهي بتربط الاحداث ببعضها. مالك يا مي؟ انا حاسه ان كل حاجه بتتعاد. من اهم الادوار اللي قدمها احمد الفيشاوي هو دوره في فيلم 1-0. زمان دلوقتي معايا شهاده بشتغل شغلانه محترمه، وبطوله مشتركه، تحس احمد الفيشاوي بيجد نفسه قوي في البطوله المشتركه. اكتر المشاهد اللي ما بينه وما بين انتصار او ما بينه وما بين زينه كان عامل الدور الشعبي او دور الحد الصنايعي ده بشكل عظيم. الراجل هو اللي يصرف على البيت من حر ماله. بعدها اشترك في فيلمين يعتبروا فيلمين مهمين جدا، وان كنت من وجهه نظري دي مش اهم ادوار احمد الفيشاوي. فيلم 6-7-8 كان تقريبا اول فيلم بيتكلم عن فكره الحبرشه. اشتغل في فيلم 18 يوم وده كان بيتكلم عن ثوره 2011. بعد كده اشتغل في فيلم ساعه ونص. لا صاحبتي بلاش قله ادب بقى. والملفت هنا انه في ممثلين كتير زي اغلب الاعمال الجماعيه، لكن هتلاقي احمد الفيشاوي حتى لو ظهوره مش ظهور بطل، يعني بيظهر 5-6 مشاهد، لكن انت هتطلع فاكره من الفيلم. اي حد يقدر يعمل كده في بلدنا، انت كمان تقدر تعمل كده في بلدنا. اهم الادوار من وجهه نظري هو دوره في فيلم هاتولي راجل. عرف
عارف قوي يتقن فكره الراجل الخجول، يعني كأن الست الخجوله اللي هي ما بتكلمش ولاد، هو بقى الراجل الخجول كان قادر يقدم ده بتمثيل حلو قوي ويطلع منه كوميديا من غير ما يستظرف. مجدي استاذ احمد عز. ازيك يا مجدي، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ تمام، اتفضل. انا بحب كل شغلك جدا. من المسلسلات اللي ما اقدرش ان انا ما اذكرهاش هو بدون ذكر اسماء، وبرضه المسلسل ده كان يتصنف بطوله جماعيه. اشتغل بعدها في فيلم سكر مر. بشكل شخصي الفيلم ده ما كانش من الافلام اللي عجباني، لكن رغم كده انا اتفرجت اصلا عشان احمد الفيشاوي، وكان عامل اداء من اعظم الاداءات اللي في الفيلم ان لم يكن اهم حد مثل في الفيلم ده. ان احنا بقينا ماشيين عكس بعض. اول فيلم لاحمد الفيشاوي يكسر الدنيا ويجيب ايرادات هو فيلم اسمه القرد بيتكلم. خفه الايد. عمل دور لطيف، ما اقدرش اقول ان تمثيل وحش، بس مش التمثيل الجبار، ومن وجهة نظري مش التمثيل اللي يليق بموهبة احمد الفيشاوي، لكن هو يتصنف فيلم تجاري، واعتقد ده كان سبب اصلا اختياره للفيلم. من اشهر الافلام اللي كانت بطولة احمد الفيشاوي هو فيلم الشيخ جاكسون. سبحانك فقنا عذاب النار. ما حققش نجاح جماهيري كبير، لكن فيلم فلسفي شيخ، وفي نفس الوقت هو متعلق جدا بمايكل جاكسون والصراع ده او تصرفاته شكلها ايه. انت متابع قصة حياة احمد الفيشاوي هتحس ان هو اختار الفيلم ده عشان الفيلم ده اصلا فيه اسقاط على قصة حياته هو. ما ينفعش اتكلم عن احمد الفيشاوي من غير ما اتكلم عن مشاركته في فيلم اولاد رزق. عمر ما اولاد رزق اتعلم عليهم الا المره دهيت يا باشا. وعلى الرغم ان سلسله الافلام دي ناجحه، هي اعر سلسله اتقدمت، ولكن يبقى في الاخر هو شارك فيها، والحقيقه ان تمثيله كان حلو جدا. من الافلام اللي مظلومه في تاريخ احمد الفيشاوي عيار ناب، هو بطولته هو ومحمد ممدوح، في تمثيل حلو جدا جدا جدا، وكانت فكرته كمان حلوه. يعني كان بيتكلم عن احداث حصلت سنه 2011، وان في ناس كانت قال ان هم توفوا في المظاهرات، لكن كان في اسباب تانية لوفاتهم. دخل احمد الفيشاوي بعدها في تجربه فيلم اسمه الحارس، فيلم رعب مصري. ما اقدرش اقول انه عبثي قوي، بس برضه ما اقدرش اقول انه اجمد فيلم، ولكن يبقى احمد الفيشاوي كان اداؤه وتمثيله كويسين. هتبث في الارض فساد. اطلعي بره بيتنا. اشتغل بقى بعدها في شويه افلام ما حققتش النجاح المطلوب او النجاح اللي يليق بموهبه احمد الفيشاوي. يعني هو اشتغل في فيلم 30 مارس، والفيلم ده كان فيه جريمه لطيف الى حد ما. واشتغل في فيلم عره جدا اسمه اشباح اوروبا، كان مع هيفاء وهبي. مش عايز اتكلم كتير عن الفيلم ده. ويجي اعر فيلم قدمه احمد الفيشاوي في تاريخه، وهو فيلم اسمه السيستم. مليطه وحب ومفيش قصه اصلا، ولكن رغم ده ما اقدرش انكر ان هو كان دوره كويس. اخر فيلم قدمه احمد الفيشاوي وهو فيلم سفاح التجمع. How can I tell my friend to stop being scared? Stop being a sis. كان قين جدا في الدور، ان هو يعمل دور الشخص اللي يبان عاقل لكن جواه حاجات مش مظبوطه. ولكن الفيلم ده لو انت اتفرجت عليه هتحس انه القصه والمونتاج ظلموا موهبه احمد الفيشاوي، الا ان الفيلم ده يعتبر من الافلام اللي عملت ايرادات كويسه جدا في تاريخ احمد الفيشاوي. الاعمال اللي انا قلتها دي مش كل اعمال احمد الفيشاوي، هو فعلا اشتغل في حاجات كتيره جدا. احنا حاولنا نجيب اكتر المحطات اللي ممكن نتوقف عندها. غير بقى التمثيل، هو ليه تجارب في حاجات تانية مختلفه تماما. يعني عمل اغنيه لسعه اسمها اغنيه نمبر 2، اللي هو كان بيسف فيها على محمد رمضان. بس ده انا مش هصنفها اغنيه، هقول سكتش كوميدي، لانه ما اتجهش بعدها للغناء، هو كان يسف على ترند حاصل. وزمان في بداياته اشتغل كمذيع في برنامج يلا شباب مع احمد الشقيري، وده كان يصنف برنامج دي. من الحاجات اللي تلاحظها في تاريخ احمد الفيشاوي، وان حتى لو العمل نفسه وحش هتطلع تقول بس احمد الفيشاوي كان تمثيله كويس. سواء العمل كويس سواء العمل وحش، سواء في مخرج شاطر مخرج مش شاطر، انا كده كده ممثل موهوب، وكده كده هقدم دوري. ده ممثل موهوب بالفطره. بس هي دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، ان مفيش حد بياخد كل حاجه. على قد ما احمد الفيشاوي عنده موهبه قويه جدا جدا جدا، على قد ما هو ما عندوش ذكاء في اداره الموهبه دي. سحل في ترندات غريبه جدا، يعني زي انه يطلع يتخانق مع محمد رمضان، او يظهر التاتوهات. من وجهه نظري ان ده ما كانش ناتج عن ان هو عايز يبقى ترند، لكن ده ناتج عن ان هو اصلا كان في فتره بيلسع، عنده اهتزاز نفسي. احمد الفيشاوي بحجم الموهبه اللي عنده، اللي هي نادرا لما تلاقيها، ونادرا لما تلاقيها تحديدا بين ولاد الفنانين، كان يستحق ان هو يكون النجم الاول في جيله، لكن هو ما قدرش يوصل لده لانه اهمل الموهبه بتاعته. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. من كل الاعمال اللي قلناها، ايه اكتر دور انت فاكره وبتحبه لاحمد الفيشاوي؟ او لو في دور احنا ما قلناهوش برضو اكتبه لنا في التعليقات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين: سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. خد لك لفه قول اللي عاجبك واللي مش عاجبك، نحاول نظبطه. وبنختم بالكلمه بتاعتنا: اغروا.